استثنائية وصلت مقاييسها 78 ملم في بعض مناطق الشاطمة وعبدة. إنها الطريق الوطنية الرابطة بين الصويرة وآسفي، والتي شهدت انقطاعات متكررة، كما هو الحال هنا على مستوى جماعات حددرا وناغا وسيدي العروسي. حمدنا الله بعد الامطار اللي جات، ولكن الناس مكرسين بزاف. الناس هنا عندنا الدواوين، هاد الناس اللي كاينين لتحت وهاد الناس فوقانيين مكرسين بزاف. مكرسين ما كاينش اللي كتشوف كما كتشوف دابا انت الماء مزير عندنا الوقت وما عندناش كاع سميتو، وكانت الطريق مقطوعه الناس مع الصباح. وادي تنسيفت بدوره وصل إلى صبيب قياسي لم تشهد الساكنة مثله منذ أزيد من عقدين. مياه تنسيفت خلفت خسائر كبيرة لفلاحي المنطقة، خصوصا بجماعة المخاليف. عندنا الزيتون، عندنا الفصة، عندنا الخضرة، عندنا كل شيء دابا ما زادش حاجة ما بقات كتبان. بعد اجتيازنا لوادي تنسيفت لم تتوقف حركة السير إلا في حدود مدخل مدينة آسفي. مسالك طرقية غمرتها المياه بالكامل على مستوى أحياء جريفات آسفي. الطريق راه كيتكرفس دابا. شوف حنا دابا خاصنا نمشيو حتى لتلاجة بالقدرة، عاد نعاود نطلع عاود ثاني. راه ديما بحال هكا، دابا واخا تكون ما كايناش الشرك تكون بحال هكا. دابا راه شحال من بلاصة من انا واعرين فين تزرع دابا من الصباح وانا كندوز من طرقان بحال ما. انقطاع المسالك الطرقية لا يزال مستمرا على مستوى جماعة حددرا وسيدي العروسي، وعلى الطريق الساحلية بالمحاذاة من المصب الرئيسي لوادي تنسيف قرب مدينة الصويرية.